مباراة اليوم الخميس 14/8/2025 في الدوري المصري. زد مع سيراميكا كليوباترا الساعة 6 مساء، والاتحاد السكندري مع مودرن سبورت الساعة 6 مساء، وطلائع الجيش مع المصري الساعة 9 مساء، وأخيرا بيراميدز مع الإسماعيلي الساعة 9 مساء. وعن منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 سنة، منتخب مصر هيواجه أسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد الساعة 7:30 إن شاء الله النهاردة. موعد مباراة الأهلي قادمة. الأهلي يواجه فريق فاركو في الجولة الثانية بعد التعادل في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت 2-2، ويواجه نادي الأهلي فريق فاركو يوم الجمعة 15/8/2025 الساعة 9 مساء على استاد القاهرة الدولي. موعد مباراة الزمالك القادمة. الزمالك يواجه فريق المقاولون العرب في الجولة الثانية بعد الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى 2-0، ويلعب الزمالك مع المقاولون العرب في الجولة الثانية يوم السبت 16/8/2025 الساعة 9 مساء على استاد القاهرة الدولي. غيابات الأهلي أمام فاركو يوم الجمعة 15/8/2025 في الجولة الثانية حتى الآن: كل من إمام عاشور بسبب عدم الجاهزية بعد شفائه من الإصابة، ومروان عطية بسبب الإصابة، واستبعاد ياسر إبراهيم بعد ما شعر بالألم في العضلة الخلفية خلال التدريبات. وعن كأس السوبر المصري، استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة بطولة كأس السوبر المصري خلال الفترة ما بين 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ولم يستقر اتحاد الكرة على مكان إقامة البطولة حتى الآن، مع تلقي عدة عروض لاستضافتها. محمد معروف حكما لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري. حقيقة استبعاد شيكوبانزا من قائمة نادي الزمالك في مباراة المقاولون العرب التي سوف تلعب يوم السبت 16/8/2025. نفى مصدر من داخل نادي الزمالك تواجد أي قرار لاستبعاد لاعب الأنجولي شيكوبانزا من قائمة مباراة الفريق القادمة أمام المقاولون العرب في الدوري، حيث يستعد الزمالك لمواجهة نادي المقاولون العرب بعد غد السبت أمام فريق المقاولون العرب في الجولة الثانية في مسابقة الدوري على ملعب استاد القاهرة. ومصدر من داخل نادي الزمالك أكد أنه لا نية لاستبعاد شيكوبانزا من قائمة مباراة المقاولون العرب. يدرس البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك الدفع بلاعب الزمالك الفلسطيني آدم كايدا أساسيا أمام المقاولون العرب، خصوصا عقب المستوى المميز الذي ظهر به في مواجهة سيراميكا كليوباترا بعد الدخول بديل بجانب تألقه بالتدريبات الأخيرة. ويحظى قايدا بحالة من الثقة الكبيرة من جانب فيريرا ويتألق في المران، مما يجعل البلجيكي يدرس جيدا الدفع به في التشكيل الأساسي، ولكن قد يكون بوسط الملعب على حساب أحد لاعبي الوسط، خاصة أنه يجيد أيضا بمركزي 8 و10. والفلسطيني قد يظهر على حساب عبد الله السعيد بحالة رغبة فيريرا لإراحته، أو على حساب نبيل عماد دونجا. إدارة نادي الأهلي أرسلت خطابا رسميا يوم الأربعاء الماضي إلى لجنة الحكام تطلب فيه استخدام حكام أجانب لإدارة لقاء المرتقب أمام بيراميدز، ويأتي هذا الطلب قبل 17 يوم من موعد المباراة، وهو ما يتماشى مع اللائحة التي تنص على حقية أي نادي في طلب حكام أجانب بشرط إرسال الطلب قبل الموعد المحدد ب10 أيام على الأقل مع تحمل التكاليف المالية. محمد عبد المنعم خارج دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. نيس يودع تصفيات دوري أبطال بعد الخسارة أمام بنفيكا 4-0 بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب. أهلي طرابلس بطل للدوري الليبي للمرة 14 في تاريخه بقيادة المدير الفني المصري حسام البدري. تقرير الحكم في مباراة الأهلي ومودرن. مراقب المباراة لم يدين جمهور الأهلي أمام مودرن في شيء، ولم تصل إلينا أي فيديوهات تدين جمهور الأهلي. لجنة الحكام: إذا أراد الأهلي حكام أجانب لمباراته أمام بيراميدز عليه أن يخطر اتحاد الكرة رسميا قبل 10 أيام من المباراة، والنادي لم يطلب رسميا حتى اليوم حكام أجانب للمباراة. إدارة الكرة بنادي الزمالك تصرف مكافآت الفوز للاعبين بعد الانتصار على سيراميكا كليوباترا. نادي الزمالك تلقى عرض رسميا من نادي لوزرين السويسري للتعاقد مع اللاعب الشاب محمد السيد، ووفق العرض المقدم للنادي السويسري سيدفع مبلغ 500,000 دولار مقابل الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي. اللاعب من الأساس ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي، ويرفض اللعب للتجديد بداعي رغبته في الاحتراف. وتدرس إدارة الزمالك العرض في الوقت الحالي في ظل بحثها عن القرار الأنسب، سواء بالبقاء على اللاعب أو محاولة التجديد له أو الموافقة على العرض.
هناك حالة غضب من أحمد عبد القادر داخل الأهلي بعدما علم المسؤولون أن اللاعب يهدد برفع شكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم.